أنا فؤاد، أكتر واحد مغفل ممكن تسمعوا قصته في حياتكم. هحكي لكم الحكاية من الأول. بعد يوم شاق طويل خدرت فيه 7 أشخاص ونيمتهم نوم عميق، واستنيتهم كمان يصحوا بعد العملية واطمنت عليهم، وخلصت يوم مرهق جدا كأي طبيب تخدير في المستشفى الوحيدة اللي كانت في المدينة اللي كنت عايش فيها. وبما إنها المستشفى الوحيدة كانت طبعا مليانة بالمرضى والعيانين والعمليات الجراحية طول اليوم. وفي الآخر بعد نهاية اليوم روحت بيتي قرب المغرب، وانا داخل على اول الشارع اللي كنت ساكن فيه ببص بعيني كده لقيت في ناس كتير قوي واقفين قدام بيت جيراننا اللي ساكنين في العمارة اللي قصادنا. وكان واقف عربية نقل كبيرة في وسط الشارع، كان نصها محمل بعفش. قربت وببص لقيت امي واقفة، فوقفت جنبها. كانت واقفة زيها زي بقية ستات الحارة اللي كانوا واقفين كلهم وعمالين يلحوا على ام بلال جارتنا اللي بتعزل علشان تقول لهم ليه هيسيبوا البيت فجأة كده، البيت والحارة اللي قضوا فيها 30 سنة. ومن الناحية التانية الرجالة اللي كانوا نازلين تحية وسلام كأنه السلام الأخير للأستاذ محمد والد بلال، الراجل الطيب الكريم اللي عمره ما حد شاف منه حاجة وحشة. كان دايما خدوم للناس كلها، وعمره ما اتأخر في أي استشارة قانونية حد طلبها منه لأنه محامي متقاعد. وكان واقف معاهم ابنهم بلال. بلال يبقى صاحبي المقرب، مشي في سلك القانون وبقى محامي زي والده. بلال كان أكتر من صديق، كنت بعتبره أخ، وهو كمان كان يعرف عني كل حاجة وأنا أعرف عنه كل حاجة. بس المرة دي أول مرة أشوفه مكسور ومهزوم بالطريقة دي. عمري ما شفته مرهق وحزين بالشكل ده قبل كده. بس لاحظت حاجة غريبة وأنا واقف. بلال كان كل شوية يبص لأخته سلمى بنظرات غضب وشراسة كأنه عايز ياكلها أكل. وأما بقى سلمى كانت بنت جميلة، مش بس جميلة، دي كانت في غاية الجمال. المهم في وسط دموع الناس والسلامات الحارة كنت بتفرج على الموقف من بعيد وحاولت أفسر المشهد. وبعد دقايق قليلة مشيت ناحية الأستاذ محمد والد بلال، فمدلي إيده وظنا منه يعني إني هسلم عليه علشان أودعه. وفعلا سلمت عليه وقلت له بكل حزن: أنت هتروح فين يا أستاذ محمد؟ وهتاخد عروستي معاك، هتوديها فين؟ وفجأة عم الصمت على المكان، والناس كلها بصت لي بذهول. وحتى أستاذ محمد ما بقاش عارف يرد عليا يقول لي إيه. بصيت على والدي لقيت على وشه ابتسامة، فابتسامته وزادتني قوة وعرفت إنه راضي عن اللي أنا بعمله. فقطع الصمت أستاذ محمد وقال لي: عروستك مين يا ابني؟ قلت له: سلمى. سلمى يا عمي، من فترة أنا وبابا كنا بنفكر إن إحنا نيجي نتقدم لحضرتك علشان نخطب سلمى، بس كنت مستني أرتب أموري وكنت هجيلك على طول. بصيت في لحظتها لعين بلال صاحبي، لقيتها مليانة بالخوف والضعف والانكسار، وكان حاطط وشه في الأرض. كان أول مرة أشوف فيها بلال بالمنظر ده. وفي وسط ما انا بتأمل شكل صاحبي لقيت عم محمد بيشدني من دراعه وبيدخلني العمارة. قال لي: تعالى يا ابني انا عايزك في موضوع. ودخلت انا وعم محمد، ودخل ورانا بلال، فدخلوني في مكان بعيد عن الناس علشان محدش يشوفنا ولا يسمعنا. وبعد شوية لحظات من الصمت بص بلال وعم محمد لبعض وحطوا وشهم هما الاتنين في الارض. فكسرت الحرج والصمت وقلت: انا هتجوزها. فرفع عم محمد راسه وقال لي: انت فكرت كويس يا ابني؟ قلت له: انا هتجوزها على اي حال يا عم محمد. كان في كرسي جنبنا، لقيت بلال صاحبي قاعد عليه لأنه ما كانش قادر حتى يقف وقتها، فشديته من إيده ووقفته جنبي وقلت له: أنا عايز أتجوز سلمى يا بلال، وبطلب إيديها منكم دلوقتي، وأتمنى إن محدش منكم يعارض ولا يمشي. أنا مش صغير ولا ساذج، وعارف إن بلال وأسرته عايزين يعزلوا في الوقت ده وبالسرعة دي علشان يداروا على فضيحة معينة. وفهم الأستاذ محمد وابنه إني عرفت وفهمت كل حاجة، بس ده ما منعش الأستاذ محمد من إنه يسألني: أنت عرفت إزاي؟ قلت له: مش لازم يا أستاذ محمد، المهم دلوقتي أنا طلبت إيد بنتك ومنتظر إن شاء الله موافقتك. رد عليا بانكسار كبير وقال لي: يا ابني الأمر أكبر مما تتصور، خلينا نمشي بهدوء وخلاص. حطيت إيدي وقتها على كتف بلال صاحبي وقلت له: الظاهر إن والدك يا بلال ما يعرفش قد إيه أنت قريب ليا، أقرب حتى من إخواتي. فرفع بلال راسه وقال لي: اسمع يا فؤاد، أنا ووالدي مقدرين جدا اللي أنت بتقوله دلوقتي، لكن الأمر مش بالبساطة اللي أنت بتتكلم بيها دي. خلينا نمشي دلوقتي أرجوك. احنا خلاص قررنا نسيب البلد كلها، سيبنا نمشي. البنت حامل في الشهر التاني ومش هينفع تتأخر أكتر من كده. وسابنا وخرج وعينه كانت مليانة بالدموع. تقريبا كده مشي قبل ما تنزل قدامي. وهو طالع كنت سامعه بيقول للعمال ينجزوا ويسرعوا في تحميل العفش على العربية علشان يمشوا في أسرع وقت. فالتفت للأستاذ محمد ومسكت إيده وشديت عليها وقلت له: بص يا راجل يا طيب، انت عارف إن كان ليا أخ وتوفى من سنين في حادث عربية، ومن ساعتها وابنك بمثابة أخويا التاني، ويمكن ربنا حطه في طريقي بدل أخويا اللي راح، فأرجوك ما تحرمنيش منه هو كمان. وأما بالنسبة للخطأ اللي عملته بنتك، ومين فينا يا سيدي ما بيغلطش؟ ما كلنا بنغلط، ومفيش خطأ ملوش حل. بصلي وكانت عينيه كلها مليانة أمل، وأنفاسه كانت سريعة من كتر التوتر، وقال لي: والطفل يا ابني؟
رديت عليه بسرعة وقلت له الطفل ده هيفضل زي ما هو، وهيكبر وهعتبره ابني، وهيتسمى كمان على اسمي وكأنه من صلبي بالظبط. وبعد نقاش طويل بيني وبين الأستاذ محمد عرفت أقنعه في الآخر واطمن لكلامي. وبعد كده خرج لأهل الحي اللي كانوا واقفين بره وقال لهم يا أهلي يا إخواني، أنا كنت ماشي وما كنتش عارف إن فؤاد عايز يخطب بنتي سلمى، وإلا ما كنتش فكرت في السفر أبدا، وعلشان ألبي طلبهم فأنا هأجل موضوع السفر ده أو حتى هلغيه تماما لغاية ما تتم الخطبة إن شاء الله. وبعد ما خلص الأستاذ محمد الكلمتين دول اتقلب المكان كله الفرح وزغاريط. حتى بلال صاحبي اللي كان مصمم على السفر دلوقتي ما قدرش يمسك دموعه من الفرح وبقى يحضن فيا وما كانش راضي يسيبني ابدا، وانا كمان كنت مبسوط جدا لفرحتهم كلهم. المهم بعد ما الموقف خلص وكل واحد روح على بيته والسكوت عم، سألني والدي وقال لي انت ليه عملت كده؟ فرديت عليه وقلت له من فترة صراحة كنت بشوف سلمى وكنت معجب بيها جدا، بس اتكسفت اقول لكم. الحمد لله الموضوع مر على اهلي وما اخدوش بالهم، ومحدش منهم فهم انا عملت كده ليه، لان فرحتهم بقرار جوازي غطت على اي افكار تانية ممكن تيجي في بالهم في الوقت ده. وخصوصا في الفترة الاخيرة ابويا وامي كانوا بيلحوا عليا جامد بسبب موضوع الجواز ده، كانوا عايزين نتجوز باي شكل من الاشكال وانا ما كنتش عايز. ويومها بالليل بلال ما نامش غير لما جالي البيت وخبط عليا وقال لي تعالى انا عايز اتمشى معاك شويه. وحكى لي بلال على كل الموضوع، قال لي ان سلمى اخته حبت زميل ليها في الشغل، وبعد ما البنت غلطت معاه هرب وساب لها البلد كلها ومحدش فينا يعرف له طريق. وكمل بلال وقال لي ورغم المصيبة اللي وقعت على دماغنا أنا سعيد بيك يا فؤاد، حتى أبويا وأمي ما بطلوش كلام عنك من ساعة اللي حصل، ما ظنش إنهم هيكتفوا بالمديح فيك طول حياتهم. وختم كلامه معايا بحضن أخوي. وتاني يوم رحت أنا وأهلي علشان نخطب سلمى بصورة رسمية. استقبلونا أهل سلمى بفرح وسعادة ما تتخيلوهاش، وكل شيء مشى بسلاسة وسهولة، واستقبلوا إصراري على الجواز السريع بالترحيب والموافقة، وأنا أصريت على كده علشان نلحق نلم موضوع الحمل قبل ما حمل سلمى يبان. وفي اليوم ده كنت أول مرة أقعد مع سلمى على انفراد، قبل كده كان كلامنا قليل جدا، كان بيقتصر على التحية والشكر لما كنت بروح عندهم يعني وتقدم لي أي ضيافة. المهم لما قعدنا فضلت سلمى ساكتة لبعض الدقايق، فاتكلمت أنا الأول عشان أكسر الصمت وأشيل الإحراج اللي بينا، وقلت لها أنت موافقة على الجوازة دي يا سلمى؟ فردت وقالت لي أنا بين خيارين، الخيار الأول إن أنا أعيش بعذاب وندم مع أهل حطمتهم ودمرتهم، ومع كل نظرة منهم ليا هيتمنوا فيها موتي، أو كانوا هيتمنوا إنهم ما يخلفوش واحدة زي من الأول. وأما بقى الخيار التاني إن أنا أعيش بعذاب برضه، بس مع راجل هيشك فيا في كل لحظة ومع كل خطوة هاخدها في حياتي معاه، وأعتقد إن الخيار التاني هيكون أهون بالنسبة لي. سكت وقتها وما حبيتش أديها وعود بخلاف اللي نطقت بيه، حبيت إن الأيام هي اللي تثبت لها إن في خيار تالت عندي ليها. وقلت لها أظن إن في خيار تالت يا سلمى، بس أنا مش هقولهولك دلوقتي، هسيب الزمن هو اللي هيوريهولك. وكملت كلامها وقالت لي أنا اللي يهمني دلوقتي يا فؤاد إننا نخلص أهلي من الكابوس اللي هم عايشينه بسببي. المهم عملنا الخطوبة، وبعديها بأيام قليلة جدا كتبنا الكتاب بسرعة، وبعد يوم واحد من كتب الكتاب سافرنا برا البلد، رحنا اسطنبول. قررت إن أنا أسافر علشان ما يلاحظش حد من أهلي موضوع حمل سلمى. ما قربناش من بعض في الليلة اللي وصلنا فيها اسطنبول، نزلنا هناك في فندق فخم وجميل جدا، بس كان كلامنا قليل جدا مع بعض، حتى واحنا على الطيارة تقريبا ما اتكلمناش خالص لغاية ما وصلنا. وفي اليوم التاني من السفر اتنقلت انا وسلمى لبيت صغير بعيد عن المدينة ودوشتها، كان أجره لينا والد سلمى عم محمد في اسطنبول. كان في قرية جميلة جدا وهادية وكلها مناظر طبيعية، ودي كانت تقريبا هدية جوازنا من أهل سلمى لينا وامتنان منهم ليا على اللي أنا عملته مع سلمى بنتهم. وفي أول ليلة لينا في البيت ده حاولت أتقرب من سلمى كأي زوجين جداد، بس مش هكدب عليكم كان في إحساس غريب من جوايا من ناحية سلمى. في لحظة حسيت إن قلبي بيحرقني لما افتكرت إنها كانت مع حد قبلي، لكن أجبرت نفسي إن أنا أتغلب على الأحاسيس دي علشان ما تحسش بأي حاجة. وكانت ليلتنا الأولى جميلة جدا، حسيت إن سلمى فيها في قمة السعادة، وصراحة الموضوع ده ريحني جدا. المهم تاني يوم صحيت متأخر، ولما فتحت عيني لقيت سلمى قاعدة قدامي على السرير بتبصلي، كانت قاعدة على كرسي قدام السرير، فمدت لها ايدي ومسكت ايديها وقلت لها قد ايه وانتي قاعدة بتتفرجي على الوش الوحش اللي نايم قصادك ده؟ ضحكت بصوت عالي وقالت لي من حوالي ساعة كده. وبعدين مين اللي قالك انك وحش؟ انت اوسم راجل في الدنيا، وهو اصلا في حد اجمل منك؟ فرديت عليها وقلت لها اكيد، بس اللي انا متأكد منه ان مفيش حد عنده حظ اكتر مني. حسيت انها اتكسفت وقامت من على الكرسي اللي قدامي وراحت ناحية الشباك، فقمت وراها وحطيت ايدي على راسها ومسحت عليه، وقلت لها لو اقدر امسح كل الذكريات السيئة اللي انتي مريتي بيها، يعني كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل الفواصل اللي كانت بيني وبينها، وخصوصا اننا اتجوزنا في ظروف انتوا عارفينها وانا حكيتها لكم، واتجوزنا في وقت سريع جدا، فبالتالي ممكن ما تكونش قدرت تاخد عليا بسرعة.
لكن الحمد لله بعد أيام قليلة كانت كافية إننا ننسى كل اللي فات ونبدأ حياة ببداية جديدة وسعيدة. من ساعة ما اتجوزت سلمى وأنا عمري ما سألتها أبدا على الشخص اللي غلطت معاه، ما جاتش سيرته غير مرة واحدة بس. كانت في يوم بتعمل السلطة وبتخرط الطماطم، كانت شايلة سكينة في إيديها، فقالت لي بس لو تشوفه مرة واحدة كانت هتحط السكينة دي في صدره عشان تموته وتنتقم من كل اللي عمله فيها. يومها طبطبت عليها وقلت لها الكره ده شيء خطير جدا، بيقتل السعادة وبيسرق المستقبل. حاولي إنك تنسي الماضي كله وكأنك ما عشتيش ولا يوم واحد. عشنا أجمل أيام في بداية جوازنا، تقريبا لفينا اسطنبول كلها على بعضها، كل شوارعها. كنا بنخرج من الصبح بدري ونرجع نص الليل. كنت بسمعها الأغاني اللي بتحبها وكنت بحقق لها كل أمانيها. رجعت معاها طفل من غير قيود. كنا بنجري في الشارع واحنا حافيين وبنلعب بالتلج ونرقص كمان تحت المطر. ركبنا المراكب في بحر اسطنبول وأكلنا من عربيات الشارع. ومع الوقت نسيت تماما إن سلمى كان ليها علاقة سابقة بحد غيري، إلا في بعض الأحيان كانت هي بتفكرني وبتسألني على حاجات بتخص الثقة بينا، وعن الطفل اللي هيجي وإزاي هتعامل معاه وهل هتقبله وإذا كنت هسميه باسمي ولا لأ. فكنت بقفل المواضيع دي بسرعة وبحاول أطمنها على قد ما أقدر، وبفضل أوعدها وعود كتيرة جدا إن عمري ما هسيبها وهفضل الظهر والسند ليها هي وطفلها اللي هكون أب ليه في المستقبل، وهو كمان هيكون زي ابني اللي من صلبي بالظبط. فكانت في الآخر بتطمن وتسكت. قضينا في اسطنبول ال7 شهور بتوع الحمل بتوع سلمى لغاية ما سلمى ولدت، وقلنا ان الطفل ابن 7 زي ما بيقولوا وان ده طبيعي في بعض الاحيان. ورجعت مصر وانا شايل بنتي على ايدي. ايوه بنتي، لانها من يوم ما اتولدت وانا ما شفتهاش غير انها بنتي ومن صلبي. والاول مره بعد السفريه الطويله دي اقابل امي عند المطار، استغربت انها ما ادتنيش اي اهتمام وجريت على البنت على طول علشان تاخدها مني. حرفيا كانوا طايرين بيها من الفرح. كانت طفله بريئه جدا وملامحها جميله ومليانه باللطف والبراءه. سميتها فرح لأنها فعلا كانت فرحة عمري. حبيتها وكأني أبوها الحقيقي. عمري ما في يوم ما حسيت إنها مش بنتي ولو حتى لحظة واحدة. كانت تعتبر فرح أول حفيدة في العيلة، الكل كان بيحبها وبيدلعها وبيخاف عليها. ما حبيتش بس فرح، حبيت كمان ال7 شهور اللي عشتهم مع سلمى بره البلد. كانوا أجمل أيام حياتي. لا ده أنا حتى حسيت إني ما عشتش غير ال7 شهور دول، وفيهم شفت سلمى مراتي كأنها ملاك، ما عملتش حتى ولا سيئة واحدة في حياتها قبل كده. وكنت حاسس إنها سعيدة جدا معايا، بس الأكيد إنها ما كانتش أسعد مني. بعد ما رجعنا مصر أصريت على سلمى مراتي إنها تنزل الشغل بتاعها وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وفعلا عملت كده بعد إلحاح مني. وبالنسبة لأهل سلمى كنت ابنهم التالت بعد سلمى وبلال. كانوا بيحبوني وفرحانين بيا جدا، وحتى علاقتي مع بلال صاحبي اتوطدت بشكل قوي جدا، بقت أقوى بكتير. عشت مع سلمى وعمري ما جرحتها في يوم، حتى عمري ما لمحت لها عن أي حاجة حصلت في الماضي. بالعكس تماما، كنت دايما الظهر ليها والسند اللي بيديها الثقة والحب على مواجهة الحياة. وكنت دايما بعمل ده بمنتهى الحب والسعادة عشان بس أقدر أنسيها أي ألم عشته في الماضي. نجحت في شغلي وكنت سعيد في بيتي وفي وسط أسرتي الصغيرة الجميلة. كنت بحس إن سلمى بتزيد كل يوم جمال وحب ليا أكتر من اليوم اللي قبليه. وحتى أهلها ما كانوش بيتأخروا عني دايما في أي حاجة، وكانوا دايما بيحبوا يقدموا لي أي مساعدة حتى من غير ما أطلبها. ده حتى والد سلمى اشترى لنا بيت وبدأ بتجديده وترميمه علشان يقدمه لنا هدية ونستقل بحياتنا أنا وسلمى فيه مع بعض. المشكلة الوحيدة اللي كانت بتقابلني أنا وسلمى إنها دايما كانت بترفض إننا نجيب طفل تاني غير فرح، لأنها كانت خايفة إن ممكن أحب الطفل التاني ده أكتر من فرح بنتي، مع إني دايما كنت بطمنها إن ده مستحيل يحصل، وإن فرح هي فرحتي الأولى وعمري ما أحب حد في الدنيا أكتر منها حتى لو خلفنا طفل تاني من صلبي. والحمد لله بعد سنتين ربنا رزقنا ببنوتة تانية سميتها بسمة، وفي السنتين دول زاد حبي لسلمى أكتر وتعلقت بيها أكتر وأكتر. وأما بالنسبة لأطفالي فرح وبسمة عمري ما حسيت باختلاف في الحب بينهم، على العكس تماما كنت براعي مشاعر فرح أكتر من أي حد علشان ما تحسش بالغيرة من أختها الصغيرة كعادة الأطفال يعني. على العكس سلمى كنت ساعات بحس إنها بتحب بسمة أكتر من فرح وبتميل ليها وبتدلعها أكتر شوية، وحتى أهلها كمان. بس قلت يمكن عشان لسه صغيرة، لكن للأسف سعادتي ما استمرتش كتير. بعد ما عرفت بمرض بنتي بسمة، بعد ما بسمة تمت السنة اكتشفنا ان عندها مرض في أمعائها، وبسبب كده كانت بتتردد على المستشفيات كتير. ساعات كنا بنقعد فيها بالأسابيع في المستشفى، كشوفات وعلاجات وتحاليل وفحوصات. كان فعلا صعب على طفلة في السن ده انها تتحمل كل الحاجات دي. المهم بعد الفحوصات والتحاليل والعلاجات اللي استمرت لأسابيع اكتشفنا في الآخر إن بسمة بتعاني من التهاب فيروسي في أمعائها، والالتهاب ده معدي. فجبت فرح بنتي كمان علشان تعمل الفحوصات وتتأكد من عدم إصابتها بالعدوى من أختها.
وبعد ما خلصنا كل الفحوصات للأختين فرح وبسمة، بلغني دكتور زميلي في المستشفى بعد ما عمل تحليل الحمض النووي الأطفالي إن فرح وبسمة يبقوا أختين من نفس الأب. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة. يا ترى ليه سلمى عملت كده؟ ليه بعد ما عاشت مع فؤاد حياة جميلة وكلها حب وحنان وكان ليها الظهر والسند، ليه تخونه تاني بالشكل ده ومع نفس الشخص اللي أذاها وهجرها وغدر بيها؟ ليه في ناس ممكن تغدر وتخون بالشكل ده؟ بجد القصة دي وجعت قلبي جدا، وفؤاد صعب عليا قوي. القصة دي للأسف حقيقية من كتاب مذكرات طبيب نفسي. ما تنسوش كالعادة تقولوا لي رأيكم في القصة ايه، وهل فؤاد كان غلطان من أول إنه اتجوز واحدة زي سلمى؟ اللي موافق إن فؤاد غلطان يدوس لايك، واللي عنده رأي تاني يكتبولي في الكومنتات. وفي النهاية أتمنى إن القصة تكون عجبتكم، وأشوفكم في قصة جديدة مع إسراء زهران.